الله وبركاته. النهارده معاكم فيري، هنعمل وصفه سهله وجميله خالص النهارده، وهي وصفه السمك الفيليه. هنعمله النهارده بطريقتين مختلفين زي ما انتم شايفين. دي طريقه السمك ده كده طريقه، والناحيه دي طريقه. شايفين شكله جميل ازاي؟ بصوا الطبق، بصوا شكله يفتح النفس وجميل ازاي. ان شاء الله بقى باذن الله الوصفه تنول اعجابكم باذن الله. وما تنسوش بقى ان عجبتكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناه، وان شاء الله بقى مع بعض نعمل وصفات كتيره باذن الله تعجبكم. ولو ليكم اي وصفه عايزين نعملها لكم يا ريت تبعتوا لي وتكتبوا لي في التعليقات. يلا بقى مع بعض ونشوف الطريقتين اللي هنعمل بيهم السمك الفيليه بتاعنا. المقادير بقى يا حبايبي اللي هنعمل بيها اجمل طريقتين النهارده لسمك الفيليه. طبعا معايا سمك فيليه الكميه بقى اللي انت تحبيها. انا دوت حوالي كيلو وربع او كيلو ونص. انا بشتريه بالاكياس جاهز، فطبعا ببقى الوزن ببقى ناسياه، هو كيلو وربع او كيلو ونص زي ما انتم شايفينه. انا كنت نقعته حوالي 5 دقايق، لان انتوا عارفين ان هو بيبقى يعني ضعيف فمش بيستحمل الميه عشان ما يتهريش. بس لازم احطه في ميه وخل وليمون، واغسله بقى كويس واروح مصفيه في المصفى زي ما انتم شايفين. خلاص. ومعايا زي ما انتم شايفين في البوله 3 كوبايات دقيق. لا انت على حسب بقى الكميه، لو انت عندك هتعملي كميه كبيره من السمك كتري بقى الدقيق. خلاص. ومعايا زي ما انتم شايفين معايا معلقتين كبار نشا، ومعايا توم مهروس، ومعايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا بودر توم وبصل، ومعايا 7 اللي هي بهارات السمك دي تشتريها من عند العطار، قولوا له عايزه بهارات سمك، ومعايا نص ليمونه، وكمان هيبقى معايا خل. خلاص يا حبايبي. هنيجي اول حاجه هنعملها، هنجيب البوله بتاعتنا كده اللي عندنا، وهننزل فيها بكل المقادير اللي عندنا ديت. هننزل بيها ايه في البوله بتاعتنا اهو، بسم الله كده، وننزل بكل حاجه على الدقيق بتاعنا. خلاص اهو شايفين اهو، زي ما انتم شايفين كده كله نزلت بيه. بعد كده بقى هجيب الخل اهو، واحط كده معلقه كبيره من الخل اهي، بصوا مليت المعلقه اهو، واجيب النص ليمونه اللي معايا. معلش انا عمل مني في الدقيق، غسلتها اهي، ادي نص ليمونه كبيره اهي. ممكن تحطي ليمونه بحالها براحتك، بس انا كده كده خلاص انا حطيت له ليمون كتير وانا نقعاه في الميه، فهو الحمد لله ما فيهوش اي ريحه زفاره خلاص من النقع اللي انا نقعته في خل وليمون. وكمان اللي احنا بنعمله كمان ده هيخلي لنا الوصفه بتاعتنا مش هيبقى فيها اي حاجه. خلاص زي بقى ما انتم شايفين كده اهو. وده يا حبايبي طبق كبير تاني جبته عشان انا محتاجه كده طبقين. خدت نص كميه الدقيق واللي انا عاملاه 3 كوبايات، وخليت نص ابيض ساده زي ما انتم شايفين كده في الطبق التاني. خلاص. قبل ما تقلبي المقادير بتاعتك خدي منهم شويه دقيق عليهم النشا والملح والكمون وبهارات السمك، وحطيهم في طبق لوحدهم. وبعد كده نص الكميه التانية وحط عليها الثوم والليمون والخل. خلاص. وهنيجي بقى بميه، هنقعد كده نحط في ميه لحد ما نكون عندنا عجينه تبقى شبه عجينه الكيك كده. ونفضل نقلب فيها، نحط برضو ميه تاني اهو، نجيب كده اللي في الجناب ونفضل نقلب فيها لحد ما نكون عجينه تكون شبه بتاعه الكيك. وهجيب السمك زي ما انتم شايفين كده اللي عندي اهو، هنزل بقى بيه في طبق كده، وهكون بقى مجهزه توم اهوت مهروس وكمون وبهارات سمك هتجيبها من عند العطار. خلاص. انا مش هحط على السمك ملح، لان انا هحدق اللي هو الدقيق والخلطه اللي انا هعملها فيه عشان ما يحدقش مني. فانا ايه هحط الملح زي ما قلت لكم في الدقيق والحاجات ديت. احنا هنا كده هنقعد نحدقه، نخليه كله كده يختلط كده بالثوم
والثوم وبهارات السمك والكمون اللي احنا عاملينه كده، نقلبه كويس كده فيهم زي ما انتم شايفين. وطبعا احنا نقعينه في الخل والملح والليمون، فطبعا ريحته جميله ما فيهوش ريحه زفاره خالص اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى نجهز خلطه الدقيق زي ما قلنا. حاطه بقى فيها برضو بهارات سمك، وحاطه فيها ملح، وحاطه فيها كمون وثوم بودر وبصل ونشا. وبعد كده اهو بعد كده بقى نجهز الخلطه زي ما قلت لكم اللي احنا عملناها اهيت، اللي هي السايله دي اهي. بصوا بقت عامله ازاي، بصوا قوامها زي الكيك ازاي اهو. بصوا اهو، يا ريت يكون باين لكم زي قوام الكيك كده. وعندنا الطبق بقى، البوله التانيه فيها الدقيق وعليه نشا بس، اكتر من كده مفيش. لكن الملح وكل حاجه هنا. ممكن بس نضيف في الدقيق، هنضيف عليه معلقه كمون، وبرده معلقه بهارات كده صغيره بتاعت السمك، عشان خاطر النوع التاني اللي انا هقليه في الدقيق بس، يعني مش هحطه في الخلطه دي خالص. خلاص اهو نحطها برده اهي معلقه صغيره اهي، عشان احنا خلاص بقيه الخلطات ومع كمان السمك حاطين لهم كمون كتير جدا فشبعناهم خلاص اهو زي ما انتم شايفين اهو. ونقلبهم بقى ايه كويس اهو. بس هما بقى كده كده اما نيجي نستعملهم هنقلبهم بقى، واهو هقلبهم لكم بمعلقه اهو، بس عشان احنا هنعمل نوعين من السمك الفيليه، بس ده اللي احنا كده محتاجينه. بقى يا حبايبي شويه دقيق من اللي احنا حاطين عليهم نشا وكمون بس، دولت وبهارات السمك دول اللي انا هعمل فيهم السمك اللي انا يا دوبك هعمله في الدقيق بس وهقليه خلاص اهو. عشان اعمل عشان احط لهم شويه ملح، لان انا ما حددتش السمك زي ما قلت لكم اهو، يعني برضو ما كترش اهو، عشان خاطر انا ما حطيتش عليه ملح وانا متبلاه. حطيت له بس الثوم والكمون وبهارات السمك بس، وقلبتهم كده فيه. فطبعا لازم احدق الدقيق بتاعه شويه عشان طبعا يبقى طعمه كويس كده. بقى هنبتدي بقى نقلي بقى السمك بتاعنا، ونشوف بقى مع بعض الصنفين السمك الفيليه اللي هنعمله. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنبتدي نقلي بقى. زي ما انتم شايفين هنجيب قطعه السمك اهي، وهنحطها بقى في التتبيله الجميله بتاعتنا ديت اهو زي ما انتم شايفين اهي. نشبعها كده منها. بعد كده هنجيب البوله بقى اللي فيها الدقيق اهو، برضو نقلبها فيه كده كويس اهو زي ما انتم شايفين. وننفضها بقى من الدقيق كويس، ونرص في طبق. نعمل كمان واحده اهي برضو عشان تشوفوا. نجيب اهي قطعه السمك ونحطها زي ما انتم شايفين كده اهي في الخليط. شايفين بقت كلها في الخليط اهي. ونجيب البولة الدقيق اهو زي ما انتم شايفين اهو. تعفريها كده بالدقيق وتحطيها في طبق عشان هنروح بقى نقليهم. وطبعا تكوني انت مجهزه الزيت بتاعك، حطاه على النار يسخن، عشان اول ما تعملي كده تروحي تحطيها في الزيت على طول اهو. ادي كمان قطعه عشان نروح بقى نحطهم في الطاسه زي ما انتم شايفين اهو. نجيب برضو الدقيق كده ونعفرها كده فيه من الناحيتين اهو. بصي زي السمكه كأنك بقى بتعملي سمك عادي كده اهو. ونجيبها في الطبق كده اهي، ونروح بقى نقليهم. يلا مع بعض نحطهم في الزيت. الزيت اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين سخن اهو. هننزل بقى بالسمك الفيليه بتاعنا اهو اهو. نسيبه بقى كده، ما نجيش جنبه خالص لحد بقى
ما يتحمر ونحمره من الناحيتين، ونشوفه بقى مع بعض بعد ما ايه ما يتحمر. هنشوف بقى شكله هيبقى معانا ازاي. ادي يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين، بصوا احمر من تحت اهو باين قوي. نروح نجيب على الناحيه الثانيه، شايفين لونه جميل ازاي اهو. خلي بالك عشان تحطي الزيت اهو. لو عايزه تحمري اكتر من كده براحتك بقى، بس هو اللون كده جميل زي ما انتم شايفين. بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهو اتعمل من الناحيتين، شايفين خد لون جميل قوي. هكون بقى مجهزه طبق اهو عليه مناديل بقى او ورق ابيض، انا حاطه الاثنين المتاح عندك حطيه عشان نشرب ايه الزيت. صفي كده من الزيت وطلعي كده شريفه، بصي على المناديل كده اهو اهو. بصي ونحط اهو على المناديل، شايفين لونه جميل ازاي. هجيب بقى طاسه تاني واحط برضو طاسه تاني اهو كده اهو يا حبايبي. عايزه اقول لكم بقى تاكلوا سمك فيليه تحفه تحفه تحفه. نستنى بقى اما ده برضو يتعمل وهوريكم. حبايبي الطاسه الثانيه اهي احمرت، هنقلبها بقى على الناحيه الثانيه اهو. شايفين لونها جميل ازاي. وعايزه اقول لكم بصوا باين قوي ان هي كريسبي، شايفين عايزه اقول لكم بقى بتطلع مقرمشه وتبقى طريه بقى من جوه تحفه تحفه. تخليكي تاكلي البانيه وتحسي بمتعه كده وانت بتاكلي. هنخلصها وبعد كده بقى هنشوف النوع الثاني من اللي هي الطريقه الثانيه للسمك الفيليه. حبايبي زي ما انتم شايفين استوى اهو برده احمر. انا حمرت ده شويه عشان ايه عندي عيالي بيحبوه مقرمش كده واحمر قوي، فحمرت ده شويه اهو. نطلعه برضه في طبق المناديل كده. كده خلصت اهوت الطريقه الاولى لسمك الفيليه. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض الطريقه الثانيه. دي بقى الطريقه الثانيه يا بنات اللي انا قلت لكم، اللي مش هنعملها بقى بالخلطه، هنعملها عادي اهيت السمك المتبل. وهنعمله كده نبدره كده في الدقيق، نبدره كويس كده ونروح نقليه على النار. هعمل كده كمان قطعتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. احطه كده يشرب كله مع بعض كده من التتبيله، شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. نجيب قطع تاني. شوفي كده بتبقي عملتي طريقتين لسمك الفيليه تحفه تحفه تحفه، مش هتستغني عن طريقه منهم. عايزه اقول لكم الاتنين احلى من بعض واطعم من بعض. شوفي انت بقى الطريقه اللي تحبوها. يعني انا عايزه اقول لكم بصوا انا بعمل الاتنين مع بعض، يعني الطريقتين ويا بعض لان احنا بنحب الطريقتين. هنروح بقى يلا بقى نوديهم كده نحطهم في الطاسه ونشوفهم كده اما يستووا. يا حبايبي بقى نعمل النوع التاني اللي احنا عملناه اللي بالدقيق اهو، زي السمك البولتي كده او السمك اللي بتقليه عادي اهو. بس برضو الخلطه برضو بتاعته اللي هي الدقيق ده اللي بنبدره فيه ده برضو محطوط له بهارات وتتبيله معينه مع النشا بتخليه بيطلع كريسبي وجميل جدا، غير طبعا ما انت بتقلي السمك العادي اهو. لما يستوي بقى هوريهولكم حبايبي. زي ما انتم شايفين احمر اهو من تحت. لو انت عايزه زي ما قلت لك تفتحيه عن كده براحتك، بس هو لما بتديله اللون الاحمر الجميل ده بيبقى طبعا مقرمش وبيبقى جميل وما تقلقيش بيبقى من جوه طري جدا. يعني هتلاقي السمكية طرية من جوه ومن بره كده مقرمشة، بيبقى طعمه تحفة كده وكريسبي جميل قوي. هنخلصه برده وقبل ما اطلعه اوريهولكم حبايبي. زي ما انتم شايفين احمر معايا اهو، شايفين لونه جميل ازاي. بصوا شايفين برضه اكون مجهزه برضه طبق في المناديل كده وبرضه اطلع عليه. شايفين لونه شايفين بس من ناحيتين يعني. بصوا بيقول لكم يعني بصوا كلوني اهو
اخلص بقى الكميه. وادي بقى يا حبايبي اهوت ما شاء الله زي ما انتم شايفين، ادينا خلصنا اهو طبق السمك الفيليه زي ما انتم شايفين بطريقتين، طريقه اللي هي بالخلطه السايله، والطريقه التانية زي ما انتم شايفين بان احنا بدرناها في الدقيق زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين، بصوا من جوه عامله ازاي، شايفين القلب ايه رايكم؟ بصوا الطراوه يعني طري جدا من جوه وكريسبي من بره. وادي كمان النوع التاني برضو اهو زي ما انتم شايفين اللي هو اتقلب الدقيق اهو برضو شايفين عامل ازاي من جوه. بصوا باين قوي انه كريسبي من بره وطري من جوه. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم، وتقدري تقدمي جنب الطبق دوت بقى زي ما انا كده مقدمه اهوت رز اهوت صياديه، ومقدمه سلطه خضراء زي ما انتم شايفين، ومقدمه كمان سلطه الطحينه. يعني شايفه كده تبقى وجبه متكامله واحلى طبق سمك فيليه تقدري اللي انت تعمليه. ان شاء الله بقى جربوا الطريقتين دولت، وباذن الله مش هتبطلوا تعملوا حاجه تاني غيرهم. خلاص يا بنات، يلا بقى ان شاء الله انا عجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب في القناه، واستنوني بقى في وصفه جديده مع وصفات فيليه.